شنغان نزلت 3 عربيات كان المفروض يقلبوا موازين السوق المصري، بس اللي خايف منه حصل. كام يوم كنت في حفله شنغان اللي نزلوا فيها 3 عربيات انا شايفهم اسعارهم منافسه جدا. سواق شنغان السي اس 55 التجميعي المحلي اللي سعرها بيبدا من 1,050,000 ل1,180,000، شنغان ايدو بلس من 1,050,000 ل1,250,000، وكمان الشنغان الايدو بلس نازله في فئه اللي هي من 1,000,000 ل1,200,000. الفئه دي اصلا تقريبا ما فيهاش عربيات سيدان، وبالتاكيد ما فيهاش عربيات سيدان تربو غير يمكن الجاك الجي 7. واخيرا بطله الحفله كانت الشنغان اليوني في العربيه الشبابيه الليفت باك اللي جايه تنافس الام جي 6 والجي اس الامبا ويمكن كمان الام جي 7، ولكن الام جي 7 اكبر منها شويه. العربيات دي كلها نازله بمواتير كويسه وكل انظمه الامان وكل انظمه الاداس، وبجد باكج جميل. طب يا ابو الصفاصيف ما كل ده كلام عظيم، امال انت ايه مشكلتك دلوقتي؟ هقول لك. المشكله الازليه حصلت للعربيات دي اول ما نزلت، حصل عليها اوفر برايس على طول كده، ما لحقناش. هو احنا لحقنا يا جماعه؟ دي العربيات لسه بتقول بسم الله اوفر برايس كده على طول. واللي هيشتري عربيه من دول باوفر برايس هيلبس زي اللي لبسوا كده في الام جي 7 ودفعوا عليه اوفر برايس 200,000 جنيه. وانا عارف ان توكيل شنغان توكيل كويس، وعلى كلامهم هم ان دي معتبرينها هي بدايه شنغان الحقيقيه في مصر، فلو فعلا عايزين شنغان تنجح وتكمل زي السعوديه كده لازم مبدئيا يفتحوا الحجز عشان الاوفر برايس ده يقل قبل ما الناس تبتدي تقفل من العربيه. وشنغان هو البراند الصيني رقم 1 مبيعا في الصين، فلو في مصر اشتغلوا عليه كويس اكيد يقدر يحقق نفس النجاح ده. ومن غير ما اطول عليك وطول يا ابو صفاصيف، فقولوا لي في الكومنتس ايه رايكم في عربيات شنغان الجديده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.